ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض عيش حلو جدا، سهل وسريع ومش مكلف خالص. يعني مكوناته كلها اقتصادية. هنعمله مع بعض من غير فرن، هنسويه على الطاسة. العيش ده انا هعمله لسحور رمضان. بيكون حلو جدا. حتى لو غير رمضان ممكن تعمليه سندوتشات او تاخديه معاكي بره البيت، هيكون كويس معاكي. وكمان هوريكي ازاي تفرزيه وتطلعي منه على التسخين على طول. كمان العيش ده إخواتنا في الجزاير والمغرب بيسموه عيش البطبوط ومشهورين بيه هناك جدًا. تعالوا نشوف هنعمله إزاي مع بعض، بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. يلا نتابع الفيديو للآخر. أول حاجة أنا هاختبر الخميرة اللي عندي، أنا معايا نُص كوباية من المَيّة الفاترة، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة ونُص كبيرة من السكر. حطيت المَيّة ومعاها السكر ومعاها الخميرة وهاقلّبهم كويس أوي. وطبعًا لو الخميرة عملت رغاوي كده على الوش، طبعًا هاعرف إن الخميرة بتاعتي دي شغالة وهاكمّل بيها الوصفة. لو ما عملتش يبقى ما ينفعش تكمّلي بيها. طبعًا أهي النتيجة حلوة جدًا، عملت رغاوي على الوش. هابتدي بقى أضيف كوباية من اللبن الرايب، الكوباية دي حوالي 250 جرام. طبعًا لو ما عندكيش لبن رايب ينفع لبن قاطع، ساعات كده بيقطع مننا اللبن أو بيفصل مننا بيروب، بنقدر نستخدمه في الوصفة دي هيكون حلو معاكِ أوي. لو ما فيش لبن رايب ممكن لبن عادي، وممكن كمان الزبادي. طيب لو ما فيش أي أنواع من الألبان ممكن تحطي معلقتين من اللبن البودرة وتكمّلي عجن بالمَيّة. خلاص كده. بعد كده هابتدي أضيف الدقيق، أنا هاشتغل بكيلو دقيق، اشتغلت طبعًا بنوع دقيق الضحى، النوع ده كويس جدًا، جدًا في المعجنات. ينفع معاكِ أي دقيق، بس أهم حاجة يكون مكتوب عليه لجميع الاستعمالات. وضفت كمان معلقة صغيرة من الملح، معلقة ممسوحة كده بما يعادل 7 جرام. وبعد كده هاقلّب المكونات دي كويس أوي. طبعًا شِلت بقى الإسباتيلا وهابتدي أكمّل بإيدي، لإن طبعًا خلاص العجينة بتبقى قاسية، مش هينفع أعجن بأي معلقة. هاعجن بقى بإيدي وهاضيف المَيّة تدريجيًا. نفس الكوباية اللي عايرت بيها اللبن الرايب، ضِفت عليها على طول المَيّة وهابتدي أضيف شوية بشوية وألِم العجينة. أهو زي ما أنتم شايفين ضِفت شوية بشوية لغاية ما العجينة كده اتلمِّت معايا في الطبق كويس أوي. طبعًا مش هاعرف أعجنها في الطبق، فهاعجنها على الرخامة أو الcounter اللي عندِك. رُشّي كده رشّة دقيق بسيطة أوي، وبعد كده بطراطيف صوابعي كده ضِفت، عملت كده زي مسحة مَيّة على طراطيف صوابعي. وبعد كده أبتدي أنغّص كده في العجينة وأبتدي بقى أعجن فيها عجن كويس جدًا. أجيب بقى من قدّام لورا وأشِد كده في العجينة عشان تتعجن معايا كويس أوي. الطريقة دي هتسهِّل معاكِ العجن كويس أوي، وكمان هتلِم العجينة معاكِ على طول وهتلاقيها نِعمِت. بس أهم حاجة يعني ادّيها وقتها في العجن، ما تستعجليش عليها خالص. أنا قعدت أعجن فيها حوالي من ربع ساعة لتِلت ساعة. طيب هتعرفي إزاي إن العجينة كده بقت تمام وجاهزة معاكِ؟ زي ما أنتم شُفتوا كده أنا باشِد في العجينة ربِّت عرق معاكِ. العرق ده اللي هو مادة الجلوتين اللي جوه الدقيق. طالما المادة دي اشتغلت واتفعلت كده معاكِ، خلاص تعرفي إن نتيجة العيش ده هتطلع كويس جدًا. وطبعًا زي ما إحنا متعودين في كل مرة بنتكلم فيها سواء بنعمل بسكوتات أو قُرَص أو أي معجنات، العيش أو المعجنات اللي هي بتكون ناشفة شوية، طبعًا عكس البسكوتات بتاخد عجن كويس جدًا، جدًا. سواء عندِك عجّان أو هتعجني على إيدِك، لازم تخدمي العجينة كويس أوي مدة ما تقلّش عن تِلت ساعة. خلاص كده؟ طيب أنا بعد ما خلّصت مسحت كده إيدي مسحة زيت، ومسحت الطبق أو البولة اللي هاسيب فيها العجينة، وحطيت العجينة تخمر مدة ما تقلّش عن ساعة ونُص لساعتين. خلاص كده، وغطيتها بstretch wrap مسحت كده عليها مسحة زيت كده من على الوش عشان ما تلزقش في الstretch wrap، وسِبتها تخمر في دولاب المطبخ مدة ما تقلّش عن ساعة ونُص، ساعتين. طبعًا ده لو إحنا في الشتا بتاخد وقت شوية، أو لو درجة الحرارة يعني منخفضة بتاخد وقت شوية، لكن لو في الصيف هتلاقيها خمرت معاكِ على طول. طيب بعد كده شِلت العجينة، هبّطت كده الخُمر بالراحة، وبعد كده قسمتها على 2 عشان أقدر أقرّصها كويس. طبعًا أنا عملت رشة دقيق، وبعد كده فردت العجينة كده بإيديّا كويس، وبعد كده هاشتغل بالنشابة.
وزي ما باقول لكم كل مرة إن أنا لمّا باجي أشتغل بالنشابة ما بافضلش رايحة جاية على العجينة عشان ما تتقطّعش أو تبوظ منِّك، لأ أنتِ بتاخدي من النُص لبرّه، من النُص لبرّه، وهكذا تفضلي تفردي في العجينة، هتلاقيها معاكِ اتفردت وبقت زي الفل. طيب في ناس ممكن تسأل إن لو العجينة بتشد منّي أو تحسّي إن هي زي الأستك كده، هل مثلًا تكون بايظة أو حاجة؟ لأ خالص، كده العجينة بتكون كويسة وزي الفل، وإن شاء الله نوع الدقيق يكون كويس، بس هي بتبقى محتاجة تستريّح شوية، سيبيها مكانها كده دقيقتين وبعد كده ارجعي لها تاني كمّلي عليها هتلاقيها اتفردت معاكِ وبقت زي الفل. زي ما شُفتِ أهو أنا فردت على المفرش بتاعي على شكل كده مستطيل، وبعد كده ابتديت أقطّع العيش بأي غطا عندِك، غطا برطمان أو غطا علبة أو حتى ممكن كوباية، شوفي بقى المقاس اللي يعجبِك، ممكن تعملي صغير، كبير، ممكن حتى طبق يعني يكون ليه أو بولة كده يكون ليها سِن كده تعرفي تكفيها على وشّها وتقطّعي بيها العيش. طيب أنا بعد ما قطّعته طبعًا فردته على صينية حاطة عليها فوطة، وحطيت العيش وبعد كده تقدري تحطّي طبقة فوطة تانية وترصي عليها طبقة تانية من العيش عادي جدًا فوق بعض، بس أهم حاجة يكون بينهم فاصل بالفوطة، وطبعًا لازم تغطّيه عشان وش العجين ما ينشفش. خلاص كده؟ طيب نيجي بقى لمرحلة التسوية، أنا معايا طاسة تيفال تقدري تسوّي فيها، لو ما عندكيش طاسة تيفال ممكن الصينية اللي هي بتاعة الكريب أو أي صينية عندِك، ممكن صينية حتى ألمونيوم وتكفيها على وشها كده على عين البوتاجاز وتسوّي عليها. طيب أول ما بنحط قرص العيش ما بتستنيش إن هو ياخد لون، لأ 10 ثواني كده بس يتشمّع وبعد كده تقلبيه على الناحية التانية، وتستني 10 ثواني تاني وبعد كده تقلبيه على الناحية التانية، وهكذا لغاية ما العيش بتاعِك يستوي أو يقِب معاكِ، تمام؟ أهو زي ما أنتم شايفين كده أهو ابتدى يتنفخ، بُصّوا كده كويس هتلاقي العيش قَب معاكِ وبقى زي الفل، كده هتعرفي إنه خلاص استوى، ما تستنيش خالص إن هو ياخد لون. أهو بُصّوا بقى زي الفل إزاي، شكله حلو وcute كده وصغير، يعني عايزة أقول لكم إن هو كان عاجب الولاد جدًا، يعني شكله كده حلو ومختلف، وهيرمي معاكِ كمية كبيرة جدًا. طيب تعالوا نعمل كده واحدة تانية، أهو حطيتها، عدّوا كده على إيديكم بالضبط 10 ثواني. ما تستنوش خالص إن هو ياخد أي لون، وبعد كده تقلبوه وهكذا لغاية ما يقِب معاكم. طبعًا أحيانًا بيكون في بواقي دقيق كده في القاعدة بتاعة الطاسة اللي أنتم بتسووا فيها، ابقوا امسحوها بمنديل عشان ما تعملكيش علامات غامقة كده على رغيف العيش يعني. بس كده، هو تسويته ما بتاخدش أي وقت، طبعًا أنا كنت مشغّلة طاستين، تقدري كمان تحطّي كذا واحدة في الطاسة عشان يعني تنجزي في الوقت، بس أنا اشتغلت بطاسة صغيّرة كده عشان أورّيكم التفاصيل المهمة دي بتفرق أوي. طيب تقدري كمان تسوّيه في الفرن، بس في الفرن يعني ما بيبقاش التحكُّم فيه سهل، لازم تبقي مراقباه كويس جدًا، لإن هو ما بياخدش وقت، فأنا بالنسبة لي على الطاسة يعني التسوية كانت أسهل. طبعًا دي الكمية اللي أنا عملتها، وكمان كان في كمية تانية برضه معايا غير دي، طبعًا في المرحلة دي بقى تقدري إن أنتِ تشيليه في أكياس كده في الفريزر أو أكياس محكمة الغلق، وتشيليه عادي جدًا في الفريزر وتطلّعيه تسخّنيه في الميكروويف لمدة يعني 20 ثانية والّا حاجة، هيرجع معاكِ كإنه لسه معمول. بُصّوا بقى طري إزاي، عايزة أقول لكم إن هو حلو جدًا وريحته كانت حلوة جدًا، العجن باللبن الرايب يا جماعة ممتاز، يعني بُصّوا هيعجبكم أوي. بُصّوا قلب العيش التفاصيل اللي جوّه دي كده أنا يعني مش محتاجة وصف، أنتم شايفينها كويس. طبعًا معلومة مهمة أوي، إن العجن باللبن الرايب بياخد مَيّة زيادة شوية أكتر من اللبن العادي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وهاستنى رأيكم في التعليقات، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.